السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء. مرحبا بكم وصباحكم سعيد. الساعة الان 6:30 صباحا في مدينة مونتريال، ومنذ الساعة 4 صباحا وانا اتابع ما ينشر وما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي. القوات المسلحة الملكية كانت تتابع يعني ما يجري في منطقة القرقارات منذ البداية، واليوم خرج بلاغ من عند إدارة القوات المسلحة الملكية تقول بأنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان سيابيات البضاعة والسلع والمسافرون اللي باغيين يتنقلوا عبر منطقة القرقارات. الآن وبعد يعني واحد الموجة ديال التضامن ديال الصفحات الكبرى وديال المؤثرين المغاربة عبر العالم، وأنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة اللي دائما أركز عليها وأرددها كثيرا، هو أنه ننتقد بعضنا البعض، ننتقد المسؤولين ديالنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للوطن نحن جميعا على كلمة واحدة، ونحن جميعا جنود مجندون وراء ملك البلاد ومساندون ماشي غير بالهضرة ولكن أيضا بالفعل للقوات المسلحة الملكية. إذا الآن خلال الإطلالة الأخيرة ديالي كنشوف تدوينة ديال القاضي قنديل، القاضي السابق قنديل، كتب بأنه تم قتل كذا وكذا من الجنود المغاربة وتم اعتقال كذا وكذا من الجنود المغاربة، وبديت أتحرى حقائق الأمور ماذا يجري. كنشوف في مواقع وفي صفحات اللي هي ذات مصداقية، ناس اللي هم يتواجدون في الصحراء المغربية وعلى اطلاع بما يجري في المنطقة. كل ما هناك هو أنه بمجرد وصول يعني الأفراد الأولين ديال القوات المسلحة الملكية، الناس اللي كانوا دايرين الخيام في منطقة القرقارات شعلوا فيهم العافية وهربوا. وهناك مجموعة من الفيديوهات اللي كتوثق العملية هروب هاد المحتجين، يعني ما غنسميوهمش شي اسماء اخرى لا مرتزقة ولا حتى شي حاجة، كما كان الحال ناس محتجين جالسين قاطعين الطريق، حرقوا الخيام ديالهم وهربوا. يعني مستحيل ان 60 ديال الناس غادي يوقفوا امام القوة العسكرية ديال دولة يحسب لها 1000 حساب. لان ما يمكنش 60 ديال الناس يتواجهوا مع المؤسسة العسكرية المغربية، هذا امر مستحيل. لان الناس خافوا على راسهم، جمعوا قشهم، شعلوا العافية في الخيام ديالهم ودخلوا للفيسبوك، يعني كيكملوا الحرب ديالهم في الفيسبوك وكينشروا في الشائعات، كيقولوا باننا انتصرنا على العدو وقصفنا وفعلنا وتركنا. هادشي كلشي غير كذوب. يعني الناس اللي هما في عين المكان تيقولوا بانه لم يكن هناك تبادل لاطلاق النار لحد الساعه اللي انا كنتكلم فيها، وحسب ما هو متوفر من اخبار لحد الان ما كانش هناك اطلاق نار. كان تواجد ديال الجيش في المنطقه، والناس خافوا على راسهم وهربوا. قبل ما يهربوا شعلوا العافيه في الخيام اللي كانوا دايرينها. اذا داك الصور ديال العافيه اللي كتشوفوا راه ماشي ديال الحرب، هذيك صور ديال العافيه شعلوها. اذا كيحاولوا ما امكن ان هاد الناس يقلبوا على شي اليات اللي يبينوا راسهم في انهم دي فيكتيم، ان راه اعتدية علينا وراه ضربونا وراه شعلوا فينا العافيه وراه اعتدوا علينا، باش المنتظم الدولي يلوم المغرب على التدخل. وهذا الشيء هذا غير صحيح. اذا ما يتم نشره وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الفتره هذه ما خاصش اي حاجه شفتيها تصدقها. لان كاين ناس كيمشي دابا كيمشي يجيب شي فيديو من شي حرب سابقه وينشروا ويقول لك دابا راه شاعله راه فاعله راه تاركه. اذا كانت شي مواجهات غادي توصل الاخبار اولا باول عن طريق المؤسسات الاعلاميه الرسميه ديال المغرب.
ماشي عن طريق فلان ولا عن طريق علان. الجبهة الديمقراطية لنصرة البوليزاريو و لقد دمرنا العدو ودمرنا، هادشي كله هضرة وتخربيق. هادو 60 ديال الناس يعني ما عندهمش حتى معدات باش انهم غادي يتواجهوا مع مؤسسة ديال الجيش. هادو ناس مغرر بهم، مدفوعين. سيروا جلسوا تما، خلقوا شويه ديال البلبله، خذوا التصاور، صوروا، ديروا الفيديوهات، يعني ديروا واحد النوع من الحركيه وعطيو انطباع على انه راه نايضه في القرقالات. ما نايضه ما حتى شي حاجه، لان ساعه ديال المكانه كانت كفيله باش انها تفرغ المنطقه. واكيد انه خلال الساعات القليله القادمه وخلال الايام القليله القادمه غادي تعود منطقه القرقالات الى سابق عهدها، وغادي يستمر تدفق البضائع بين الشمال والجنوب، بين المغرب ودول جنوب الصحراء اللي اليوم كتعيش هذا الحدث هذا. اذا تنظن بان اهم حاجه اللي خاصنا نردوا لها البال هو ما يكونش انسياق وراء مثل هذه الشائعات. انا القاضي قنديل يعني كنتابعه منذ زمان، كنتصنت ليه في اطار الاستماع للاخر، سواء تتفق مع الافكار ديالو ولا لا تتفق مع الافكار ديالو، ضروري تستمع للاخرين باش تعرف كل واحد كيفاش كيفكر، شنو هي يعني لي فالور ديالو، كيس كيل ديفون اي انسي دو سويت. هذا الصباح هذا يعني هذا شيء تنظن بانه ماشي من القدر ومن القيمه ومن المستوى ديال الانسان بهذا الحجم هذا ديال القرايه وديال الثقافه انه ينساق وراء مثل هذه الاخبار ويحطها في الفيسبوك طلبا للتاكيد. تنظن بانها مساهمه في اضعاف الهمام والعزائم ديال المغاربه، وحنا ماشي في وقت اللي نكونوا انوتي دو بروباغندا اللي غادي تفشل العزيمه ديال المغاربه. لان كنحيي جميع الناس اللي يشرفون على الصفحات الكبرى، جميع المؤثرين اللي مع 4 الصباح كنشوف بان يعني كل شيء نشر صور ديال القوات المسلحه الملكيه، كل شيء يشيد بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحه الملكيه. وهنا في مثل هذه الفترات هنا فين كيتعرف الصالح من الطالح، هنا فين كيتعرف المواطن الحقيقي من المواطن المزور. لان انا نقدر نغضب على البلاد ديالي، نقدر نكون ضد جهاز الدوله، نقدر كاع انا كاعي وساخط على الملك كاع في المغرب، ولكن عندما يتعلق الامر بالوحده الترابيه للبلد ديالي، عندما يتعلق الامر بتفريق ولا تشتيت البلد ديالي، كتسالى داك الخصامات وكتسالى داك المحاسبه وداك العداء اللي عندي مع فلان ولا مع فلان. كيولي الوطن قبل كل شيء. اذا اي نشر لاي معلومات من شأنها انها تدخل نوع من الفزع او الخوف او التشكيك في القدرات ديال القوات المسلحه الملكيه، انا اعتبره بمثابه خيانه عظمى للوطن. لان خلال هذه الفتره هذه الناس محتاجين للتآزر، محتاجين لما يرفع الهمم ديالهم، ما محتاجينش للناس اللي غادي يجي يحاول يكسر الهمم ديالهم ويحاول يشتتهم. اذا تحيه مره اخرى لكل المواطنين المغاربه الغيورين اللي وقت الانتقاد كتلقاهم حارين على اخنوش وعلى حزب الاحرار ولا على الجي 8 ولا على طريقه توقيف فلان ولا طريقه اخماد التظاهره الفلانيه. ولكن عندما يتعلق الامر بالوطن سالينا الخلافات، سالينا الصراعات. الوطن اولا واخيرا وقبل كل شيء. انتهينا. اذا تبارك الله عليكم، وسيكون لنا ان شاء الله متابعه. هما دابا كاينين بزاف منهم بوليزاريو الان الهم الوحيد عندهم هو نشر الشائعات، لان ما بقى الخيام اللي كانوا عندهم وكيصوروا راسهم باننا متواجدين وراه حنا عندنا لو باور هنا وحنا اللي كنحكموا وكنوقفوا الشاحنات والى اخره، الان تسالى. اذا اشنو بقى في يديهم؟ بقى في يديهم انهم يدخلوا لوسائل التواصل الاجتماعي ويحاولوا يطلقوا بعض الشائعات، يطلقوا بعض الاخبار اللي هي زائفه واخبار اللي هي كاذبه. اذا كنتمنى ان ايضا المؤسسه العسكريه تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب ديال التواصل مع المواطن. ما نخليش المواطن
تحت رحمة مثل هذه الشائعات. كيف ما كاين تصرف عسكري كاين تصرف دبلوماسي، خاص يكون هناك تصرف ايضا اعلامي، وخاص المواطن يتم مده اولا باول باخر الاخبار وبالاخبار الصحيحه. اذا اللي غادي نطلب من الاخوان في مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي كل ما ينشر الان صحيح. بزاف ديال الهضره وبزاف ديال التخربيق. كاين مجموعه ديال الخيام اللي كانوا جالسين فيهم هاد الناس هادو تما، شعلوا فيهم العافيه باش ما يخليوش الاثار شي حاجه اللي يقدروا يشدوها عليهم المغاربه، وهربوا. والان يتم يعني التسويق لها على ان راه شاعله وبان راه الحرب وبان تم اعتقال و الى اخره. هذا كلام كله فارغ. اذا سنستمر في متابعه ما يجري هناك، وبعد شهر ان شاء الله انا ساحل بالمغرب. وهذا الصباح من 4 الصباح الان والله العظيم الا بدات كتدور ليا في الراس، يمكن واقيلا غادي ندير شي زياره للمناطق الجنوبيه، ويمكن فكرت كاع في انني نزور منطقه الكركارات. دونك السي رضا الحسناوي رئيس السابق لجمعيه ملتقى السائق المهني كان دار مجموعه ديال اللقاءات في المناطق الصحراويه المغربيه، جرى لقاءات مع عدد كبير من السائقين المهنيين. تنظن انه غادي نفكروا في شي لقاء يكون مناسبه لاننا نجتمع مع السائقين المهنيين هناك، ولما لا شي دوره تكوينيه، وفي نفس الوقت نزوروا هذه المنطقه هذه. كما قلت في دي لايف السابقين بان منطقه الداخله قريبا ان شاء الله غادي تولي تنافس طنجه، ويمكن تنافس حتى مدينه الدار البيضاء. هناك بناء، هناك تشييد، هناك عمران، هناك خدمه للانفراستركتور ديال المنطقه من جهه، وهناك جهه اخرى مقابله الفيسبوك ومقابله الكتابه وهازين الكاميرات وكيصوروا، والمنتظم الدولي و الى اخره. اللي مطلوب الان هو اننا ما نجروش وراء مثل هذه الخزعبلات. صحراوه راكم خوتنا وراكم كتهضروا مع خوكم صحراوي. الدماء التي تجري في عروقي دماء صحراويه، جدودي من منطقه زاكوره. دونك ماشي هنا في مواقع التواصل الاعلامي ماشي باش نتحاربوا معكم ولا تحاربوا معنا، حنا فقط نحاول ان نعبر عن ما يخالج صدورنا من اراء. باغي البلد ديالنا يبقى بلد واحد غير مقسم. مرحبا بكم في بلادكم، الوطن غفور رحيم وكيرحب بكم. الى انتم اختاريتوا طريقه اخرى راه بطبيعه الحال غادي يكون التعامل معها عسكريا ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا اعلاميا، الاختيار لكم. اذا الاخوان اصحاب الصفحات المغربيه ما تكونوش كتنجروا وراء الاخبار والشائعات. تاكد من الخبر 100,000 مليون مره قبل ما تحطوه في الصفحه ديالك، قبل ما تنشروا. ان المرحله مرحله حساسه. وهرب هرب هرب شفت واحد فيديو اللي عنده ذاك الفيديو يبارطاجيه معنا، غادي نحطو. يعني الهروب ديال بصح مشيت تسيني في ذاك المنطقه ديال ما كاين، يعني اللي داخل باغي يتقاتل على ارضه ما تيهربش. ما فهمتش، يعني مجموعه ديال الناس مشيت تسين في وسط الصحراء ووسط التلال، ما كاين غير يجري 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 يجري. هادو ما ضربوهم لا بقرطاسه ولا بحبه ولا بمدفع. اذا تبارك الله عليكم. راه ما تكتب واحد خينا من الصباح وما كتاب 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 باش قلت لكم. يعني راهم ناشطين بشكل اكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، لان هذا هو الحل الوحيد اللي بقى عندهم. ما بقاش عندهم يعني ما يدار. والاخ كتب محمد راضي الليلي. شوف انا القنديل راضي الليلي مره ملي كيخرج ليا شي فيديو باقتراح من يوتيوب ولا من فيسبوك كنشوفهم واتابع ما يقومون به. هم احرار، يعني ملي يكون كامل الحريه في البلد اللي كيعيشوا فيه باش انهم يعبروا على الاراء ديالهم ويعني كيفاش كيشوفوا الامور بالطريقه اللي كتخصهم هما. انا اليوم اخاطب المؤثرون المغاربه اللي هما داخل المغرب وخارج المغرب، اللي اشداء على المسؤولين المغاربه في الوقت اللي كيتطلب الامر شده وحزم، ولكن ملي كيتعلق الامر بالوحده الترابيه كيكونوا على كلمه رجل واحد. هما اللي كنوجه لهم هذا الخطاب: لا تنساقوا وراء الشائعات
ولا تنشروا الشائعات. داكشي ديال بغينا غير نتاكدوا واش هذا الخبر صحيح، تاكد منه وخليه ليك بلا ما تخرجوا انت، لان ملي كتكتبوا كتردوا كتولي انت واحد لوتي ديال نشر هاد اولا ديال البروباغندا اللي كيوتيليزيو هاد الناس. هاد شاد 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 هادشي اللي كان واقع هاد الصباح هذا. ساعه ديال المكانه الجيش ديال المغرب دخل وهي تشبك شاد 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 في الصحراء. اذا هذا مكان 1720 ديال الناس تبارك الله فايقين. احنا صبحنا الحال معكم في هذا اللايف هذا تحت شعار هرب هرب هرب. خاص شي واحد اللي كيصاوب الفيديوهات كيدير مونتاج يعاود يصور داك، ياخذ دوك الصور ويدير لهم شي موسيقى ديال هرب هرب شاد 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 شاد. يلا يا سيدنا تبارك الله عليكم. اكيد سيكون لنا حضور خلال الايام القليله القادمه مكثف على الصفحه ديال العذراوي لايف من اجل متابعه ما يجري في منطقه القرقارات. واختم باننا جنود مجندون وراء ملك البلاد، ودعمنا ماشي غير بالهضره وبالفم للمؤسسه العسكريه الملكيه المغربيه. الى احتاجتنا غادي تلقانا. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.